مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهلك المعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. حاكم إقليم عنسبة يتفقد البرامج التنموية الجارية في هابورو. الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب سوف تحتفل باليوبيل الفضي. مطالبة لإجراء دراسات وأبحاث استكشافية في أماكن تاريخية بمنطقة تارا أمني. العراق ينهي جمودا سياسيا وينتخب رئيسا ورئيسا للوزراء. 45 ألف عسكري يشاركون في مناورات الناتو. وانتحاري يفجر نفسه وسط تجمع انتخابي بأفغانستان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تفقد حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود مشاريع المياه وأوضاع الزراعة في مديرية هابورو، وبحث مع سكان مناطق مزرت وعريتاي وهابورو تعدا وتليم وفلفلاء الأوضاع الزراعية وفعالية أعمال مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وقام السيد علي بالجولة التفقدية في الفترة من 28 من سبتمبر المنصرم وحتى الأول من أكتوبر الجاري. تفقد سد ضاحية مزرة المشيد في العام 2017 وسدا آخر شيد في العام 2014 في منطقة هابورو وقد امتلأ في الوقت الحالي بالطمع. وتبادل الأفكار مع مدير المديرية بعد أن تفقد المدارس الجاري فيها بناء 25 فصلا إضافيا في مدارس أفعيو ومزرت وجار عبل وهابورو تعدا وفلفله التي لم تكتمل بعد عملية بنائها، إضافة إلى روضة أطفال جار عبل التي شرع في بنائها. وأوضح مدير مديرية هابورو السيد فتوي جبر مسكل أن الهدف من الزيارة هو التعرف على القصور والنواقص وتعزيز إيجابيات الأعمال الأهلية. وأشار إلى أن امتلاء سد مزرات في عامها الأول وسد هابورو تليم في عامها الرابع وتوقف بناء 25 فصلا إضافيا في 5 مناطق يتطلب حلولا عاجلة. وطالب المشاركون في اللقاء على صيانة طريق النقل البري عريتاي مزرت ومنح خدمات المواصلات والاتصالات الاهتمام وإعادة النظر في قسم الأراضي بمنطقة عريتاي وتسريع خطة بلدة فلفله والتعرف على الضواحي التي تعاني من الخدمات الصحية والمائية والبحث على آلية الحلول والقيام بدراسة جيدة حول أسباب أدت إلى امتلاء السدود بالطمع ورش البذور التي تضررت من الآفات الزراعية بالأدوية وغيرها من الآراء والتوصيات. في الختام أجاب حاكم إقليم عنسبة سيد علي محمود على أسئلة واستفسارات السكان، موضحا إيجاد الحلول لأسئلتهم ومطالبهم حسب الأولويات، مناشدا الاستمرارية بقوة على أنشطة تنمية أهلية انطلاقا من نتائجها الجيدة والمحققة على أرض الواقع. أعلن رئيس الجمعية الوطنية الإريترية لمعاقي الحرب عن اكتمال الاستعدادات الجارية تمهيدا للاحتفال باليوبيل الفضي للجمعية تحت شعار العهد لمستقبل مشرق. وفي المقابلة التي أجراها الأستاذ جبر مدهن إياسو مع إيرينا، أوضح بأن فعاليات الاحتفال ستجري على مستوى البلاد والأقاليم بمختلف الأنشطة والبرامج، إلا أن الاحتفال الرسمي سيجري في العاصمة أسمرة في 17 من أكتوبر الجاري. ويشتمل الاحتفال على أوراق بحثية تعكس مسيرة 25 عاما وعروضا فوتوغرافية وسيمينارات وأنشطة رياضية وغيرها من البرامج. وأشار الأستاذ جبر مدهن بأن الجمعية عملت خلال ربع قرن على تحسين حياة المعاقين المعيشية وبذلت جهودا حسب إمكانياتها لضمان صحة المعاقين والاستفسار عن أوضاعهم الاجتماعية، وخاصة للمعاقات التي يعانين من إعاقات مضاعفة بتأطيرهن وتقديم مساعدات خاصة بهن. وقال الأستاذ جبر مدهن إن المعاقين هم متحدثون أكفاء بخصوص قضاياهم ولا أحد يعرف عن قضاياهم أكثر منهم، وانطلاقا من هذا يسعى ويتكاتف المعاقون لحل قضاياهم ومشاكلهم متأطرين عبر جمعيات. وكانت الحكومة متحملة مسؤولية المعاقين على كاهلها، لذلك يجب على الشعب والشركاء تعزيز مساهماتهم. وذكر الأستاذ جبر مدهن بأن خلق المعاقين فرص العمل وإدارة إنتاجياتهم من أولى أهداف الجمعية، موضحا بأن الجمعية عملت بفتح مؤسسات وتجميع المعاقين على مجاميع وجعلهم يساهمون في العمل حسب قدراتهم، مما حقق ذلك العمل نتائج جيدة. فيما تقدم الجمعية مساعدات للمعاقين الناشطين على المستوى الفردي حسب إمكانيات الجمعية.
وقد تأسست الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب في العام 1993 وهي جمعية غير حكومية وتضم 18 ألف عضو. طلب السكان لإجراء دراسات وأبحاث استكشافية في جبل أيت عبر الواقع في منطقة تارا أمني بمديرية دبروة الذي يعتقد أنه كان يحتوي على دير وكذلك ضرورة الحفاظ عليه. وفي التوضيح الذي أدلوا به لوكالة الأنباء الإرشية ذكروا بأنهم يعرفون المنطقة من خلال التاريخ الشفوي المتوارث عبر الأجيال المتعاقبة ومنشورات كتاب نجست، مشيرين إلى أن آثار المقابر الظاهرة في المكان وحطام الأعمال الفخارية والمنازل الحضارية يعزز تلك المعلومات. وأشار السكان إلى أنه كان ديرا في المكان الذي يقطنه السكان قبل حوالي 1400 عام، وقد انقرض السكان بمختلف الحملات العدائية والأمراض، مؤكدين جاهزيتهم للقيام بما يطلب منهم للحفاظ على تلك المنطقة. من جانبه قال المدير التنفيذي لضاحية تارا أمني السيد يوهانس برهاني إن المنطقة لا أحد يجابهها لكونها تعرف بالثروة الغابية والحياة البرية، مناشدا خبراء علم الآثار المعنيين لإجراء أبحاث ودراسات منطلقين من المعلومات المقدمة عبر التاريخ الشفوي. وأوضح خبير علم الآثار والتكنولوجيا الشابان تامس جنحاغوس وجبر ميكائيل جبر سلاسي من مكتب الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي أنهما قاما بدراسات وأبحاث شفوية بالتحرك إلى جبل أيت عبر المعروف بالقديسة مريم أيت عبر، موضحين بأنه يتطلب مستقبلا أبحاثا وحفريات معمقة. وتقع المنطقة المغطاة بالأشجار وتعرف بالقديسة مريم أيت عبر على بعد 4 كيلومترات من الناحية الشرقية لمنطقة تارا أمني. صرح مسؤول مكتب الزراعة في دبروة السيد ياريد هابتجرجيس بأن أكثر من 2,000,000 نقفة كانت قد وزعت لشراء البذور ل 2640 مزارع تضرروا نتيجة لشح الأمطار في الخريف الماضي، لعبت دورا داعما لتشجيع المزارعين وتسيير أنشطتهم في أوانه. وذكر السيد ياريد عن زراعة 2424 هكتارا في مديرية دبروة بمختلف أنواع الحبوب والبقوليات والمحاصيل الزيتية، مشيرا إلى أن توقف الأمطار في مدينة دبروة والقرى المجاورة لها أدى إلى شح الإنتاج وخاصة في محاصيل الطاف والذرة الشامية والبقوليات. وأشار إلى بلوغ المزارع في منطقتي جوجعة والسفا إلى مرحلة مؤمنة بفضل انتشار وتوزيع الأمطار الجيدين، إلا أن منطقة سلمى تحتاج إلى مزيد من الأمطار. وفي الختام ناشد السيد ياريد المزارعين لتسخير التغيرات الخريفية من عام لآخر إلى مصالحهم والدفع بقوة لتفعيل أنشطة حفظ المياه والتربة. صرح المقدم إيوب تسفازجي مسؤول شرطة مديرية أقردت بأن ظاهرة الجرائم التي جاءت تتدنى من حين لآخر نتاج الجهود المنسقة الجارية بين الشعب والشرطة. وأوضح المقدم إيوب في اللقاء الذي جرى مع سكان إنجرني وعدردي بأن الجرائم والمخالفات التي كانت تحدث نتيجة لقلة المعرفة والإهمال تدنت بفضل اللقاءات المستمرة التي تجريها الشرطة مع الشعب، داعيا المجتمع للعمل الدؤوب من أجل تقديم المخالفين عمدا أو سهوا ويتسببون لإحداث الخسائر البشرية والمادية ويزعزعون السلام والاستقرار البيئي إلى المساءلة القانونية. من جهته قال مسؤول مكافحة الجرائم في المديرية سيد قلاتف السهاتيون إن مكافحة الجرائم والمخالفات مهمة لا تترك للشرطة فقط، مناشدا المجتمع للحفاظ على ثقافته التصحيحية والتوجيهية وتسليم الممتلكات المعثور عليها للشرطة وتعزيز وعيه وإبداء التعاون مع الشرطة. من جانبهم ذكر المشاركون للدفع بقوة على السيمينارات المنتظمة من قبل الشرطة. مشاهدينا الكرام، من الأنباء المحلية إلى الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. في الأنباء العالمية، انتخب البرلمان العراقي السياسي الكردي المخضرم برهم صالح رئيسا للبلاد ليكلف على الفور عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة، منهيا بذلك جمودا استمر شهورا بعد انتخابات عامة غير حاسمة في مايو.
ومنصب الرئيس العراقي الذي يشغله عادة شخصية كردية هو منصب شرفي إلى حد بعيد، لكن هذا التصويت خطوة رئيسية قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما فشل فيه الساسة منذ الانتخابات البرلمانية. ويمهل الدستور العراقي الرئيس 15 يوما لدعوة مرشح أكبر كتلة أو مرشح أكبر في كتلة برلمانية إلى تشكيل حكومة، لكن صالح اختار أن يفعل ذلك بعد أقل من ساعتين من انتخابه. وأمام عبد المهدي الذي شغل من قبل مناصب نائب الرئيس ووزير النفط ووزير المالية 30 يوما لإجراء المشاورات وتشكيل الحكومة ثم عرضها على البرلمان للموافقة. وتعهد صالح أثناء أدائه اليمين بحماية وحدة العراق وسلامته. وكان صالح المرشح المفضل لمعظم أعضاء البرلمان نظرا لموقفه الذي يعتبر أكثر ليونة بشأن قضية استقلال كردستان الشائكة. قال يينس ستولنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو إن 45 ألف عسكريا سيشاركون في مناورات ترايدن جنكتشر 18. ونقلت قناة تلفزيونية عن ستولنبرغ قوله إن هذه التدريبات تحاكي دفاع عدد من الدول الأعضاء عن نفسها في مواجهة عدو افتراضي، موضحا أن جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بما فيها روسيا تلقت دعوة لإرسال مراقبين. وسيشارك في المناورات 150 طائرة و70 سفينة ونحو 10,000 مركبة برية من بريطانيا وأمريكا الشمالية وأوروبا القارية. وتهدف مناورات ترايدن جنكتشر إلى التدرب على نقل قوات أكبر بشكل أسرع في حال أي تدخل خارجي ضد أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي. قال مسؤولون إن انتحاريا فجر نفسه وسط تجمع انتخابي في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان، فقتل 13 شخصا على الأقل وأصاب ما يربو على 30 آخرين، وأضافوا أن العدد سيرتفع على الأرجح. وبدأت الحملات الانتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية المقررة في 20 من أكتوبر، وحذر مسؤولو الأمن من خطر هجمات المتشددين أثناء الحملات الانتخابية. وتأتي الانتخابات البرلمانية التي تأخرت 3 أعوام وسط تصاعد العنف في جميع أنحاء البلاد. وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم ننكرهار إن 13 جثة على الأقل نقلت للمستشفيات، لكن مسؤولين آخرين قالوا إن عدد القتلى أكبر على الأرجح. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم في بيان نشرته وكالة أعماق للأنباء التابعة له. وكان التنظيم أعلن المسؤولية عن سلسلة هجمات هذا العام أودت بحياة عشرات الأشخاص في إقليم ننكرهار الذي يقع على الحدود مع باكستان. فاز 3 علماء من الولايات المتحدة وفرنسا وكندا بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2018 يوم الثلاثاء بفضل إنجازات في مجال تكنولوجيا الليزر حولت الأشعة الضوئية إلى أدوات تصويب لها استخدامات عديدة، بدءا من جراحات العيون وحتى المكنة متناهية الصغر. ومن بين الفائزين أول امرأة تفوز بجائزة نوبل للفيزياء منذ 55 عاما. وفاز العالم الأمريكي آرثر أشكين الذي يعمل في مختبرات بيل في الولايات المتحدة بنصف الجائزة تكريما له على اختراع ملقاط بصري. وتقاسم العالم الفرنسي جيرار مورو أيضا والعالمة الكندية دونا ستريكلاند النصف الآخر لعملهما في مجال الليزر عالي الكثافة. وتعود اختراعات العلماء الثلاثة إلى منتصف ثمانينيات القرن العشرين، وأحدثت بمرور السنين ثورة في مجال فيزياء الليزر. وقالت الأكاديمية في بيان إعلان الجائزة التي تبلغ قيمتها $1,000,000 فتحت الأدوات المتطورة للتصويب بدقة الباب أمام مجالات بحث لم تكتشف بعد، وكم من هائل من التطبيقات الصناعية والطبية. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا.